لو كنت لسه ما عملتهوش تعالي اعمليه بالطريقه بتاعتي، هتعجبك جدا جدا. لو ما بتحبوش هتحبيه وهتدمنيه. القرنبيط بطريقه منا، طريقه ناجحه 100%، مش بشكر في نفسي. ادخلي الفيديو وشاهدي بنفسك، ولو ما عجبكيش الغي الاشتراك من عندي. انا بقولك كده لاني واثقه في كلام اللي انا بقوله. تركيبه من التوابل مخصوصه للقرنبيط، تركات بتعملها منا وبس. تعالي ادخلي وشاهديها، هي اللي بتنجحه معاكي ومش بتخليه معجن من جوه. عملت تحدي مع سلفتي، هي عملت قرنبيط وانا عملت قرنبيط، بس بفضل الله وبحمد الله القرنبيط بتاعي انا طلع احلى منها بكتير قوي قوي. سابت بتاعها واكلت معايا. تعالوا هنعمل العظمه دي. ايوه عظمه، حاجه كده كريسبي من بره وطريه من جوه، حاجه وهمي يا جماعه. تعالوا كده هنشوف هنعمل العظمه دي ازاي. وانا بقول لكم عليها عظمه ان دي الاكله المفضله عندي. مستوي جدا، شايفين؟ ولا هو معجن ولا اي حاجه. السلق 10/10، القلي 10/10. عايزين تعرفوا عملت الحاجه الجميله دي ازاي؟ تعالوا ادخلوا الفيديو وشاهدوه من اول خطوه لاخر خطوه عشان تعرفوا انا عملته ازاي بالطريقه الناجحه دي. كمان عملت معاها بطاطس ما شاء الله عليها برضو، مستويه وجميله زي ما انتم شايفين. يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. وانت كمان متنسيش الصلاه على الحبيب. صلاة خير يا جماعة ونور وبركة كتيرة قوي. ولو انت اول مرة تزوريني يسعدني ويشرفني انضمامك لعيلة منا. تنزلي تدوسي على زر الاشتراك اللي هو باللون الاحمر، تفعل الجرس، تختاري كلمة الكل علشان اول ما انزل فيديو تكوني انت اول واحدة تشاهديه. ويلا بينا ندخل على الفيديو. القرنبيطه دي انا مشترياها اللي عندي 3 ايام يا جماعه. شايفين النقط السوداء اللي فيها دي؟ انا مشتريتها ما كانش فيها اي حاجه، بس مع القعده في الكيس يعني النقط دي ظهرت عليها. هشيلها بالسكينه زي ما انتم شفتين دلوقتي شلتها. هنشيل كمان الحته اللي فيها دي، ده بيكون الجدر بتاعها هنشيله خلاص. وهنطلع بقى الزهرات اللي فيها بالشكل ده ما شاء الله عليها. يعني القرنبيطه دي جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين. اقول لك بقى كام نصيحه كده على القرنبيط لما تروحوا تشتريه. تشتري القرص اللي بيكون كده متفلت من بعضيه. لما تيجي تشتري قرص القرنبيط يكون سادد بالشكل ده، يكون كله سادد كده، ويكون الزهرات بتاعته جميله زي ما انتم شايفاها بالشكل ده. قطع كل الزهرات كده واحطها في الطبق اللي انتم شايفينه ده، وهنطلع بقى على الحوض نغسلها. شايفين ما شاء الله؟ يلا نغسلها مع بعضينا. فتحت عليها ميه جاريه كده وحطيتها في الطبق زي ما انتم شايفين، وبنغسلها بالراحه كده. شايفين ما شاء الله؟ لان القرنبيط يا جماعه ما بيستحملش، خلي ايدك خفيفه وانتي بتغسليه. وتنقي القرص اللي يكون لونه ابيض. نزلت بملح في الميه، وهنزل بزهرات القرنبيط بتاعتي بالشكل ده، وردات القرنبيط بالشكل ده. طبعا هننزل بيها، الجذع بيكون من تحت والوردة بتكون من فوق، الزهرة من فوق. تمام، هو بوريكي هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنات السلق المطبخ طبعا مش الكلام ده للناس الامهات الكبيرة طبعا عارفة، ده الكلام ده للبنات اللي هم لسه داخلين المطبخ جديد. تمام كده. بنتي كانت بتصور لي والله، كنت يعني بشرح لها بتقولي طب اتكلمي قولي لي بتعملي ايه، ليه بتحطيه كده. فيعني دي نقطة مهمة برضو ان انا اقولها لكم للبنات اللي لسه داخلين المطبخ. تمام. خلاص هو بيتسلق على النار، وتعالوا نعمل الخلطة بتاعته مع بعضينا. ده خلطة من التوم والكزبرة والشبت يا جماعة، والبقدونس. دقتهم كويس قوي في الهون، وكمان ورق توم اخضر وراس تومة. نعمناهم كويس قوي. ممكن تخلطوهم في الكبة، بس انا دقيتهم في الهون. اخدت معلقه في الطبق اللي انتم شايفينه ده، هقول لكم بعدين هنعمل بيها ايه. خليكم معايا مكملين. تمام. هننزل بقى ب4 بيضات، وهنزل بالبيض على طول مباشره في الحله، مش هحطه في طبق. ليه؟ لان انا متاكده من سلامه البيض. اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. عايزه اقول لكم ولله الحمد، يعني انا مش بشكر في نفسي يا جماعه، اعوذ بالله من كلمه انا، بس بعمل اجمل خلطه للقرنبيط. باعملها بتركات تركاتي أنا. تمام، خليكم معايا وشوفوها باعملها إزاي. القرنبيط بيطلع معاكِ ناسس ومقرمش، ما بيطلعش معجن. ناس كتير بتقول باجي أعمل القرنبيط بيطلع معايا معجن، بيطلع معايا مش مستوي، آجي أقطمه كده بيكون ني، بيقولوا بنيجي ناكله نلاقيه ني من جوه. خلاص هنا بعد ما نزلت بالبيض هانزل بمعلقة من النشا، دي معلقة نشا يا جماعة. وهنا فايدة النشا ايه؟ فايدة النشا للناس اللي بتحب القرنبيط يكون ناسس ويكون طري. وطبعا الناس اللي بتحبه مقرمش ما تضيفش معلقة النشا. تمام. لكن لو انت عايزاه يكون طري، بعد طري وناسس في نفس الوقت، ضيفي معلقة النشا دي هتخليهولك طري. نزلت كمان بمعلقة من
البيكنج باودر، نزلت بمعلقة من الفلفل الأسمر. عايزة أقول لكم أهم توابل، ودي ضروري ما ينفعش نستغنى عنها، الكمون والكزبرة والفلفل الأسمر. الكمون والكزبرة دول مهمين جدًا، جدًا، لو أنا ما عنديش كمون ولا كزبرة ما اعملش القرنبيط، لازم يكونوا موجودين عندي عشان أعمل القرنبيط، يبقى الكمون والكزبرة دول أساسيات القرنبيط يا جماعة. بعدين بقى ضيفي بابريكا، ضيفي توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، براحتك، كل التوابل ديّة براحتك، بس أهم توابل للقرنبيط الكزبرة والكمون. خلاص كده يا ست الكل، أهو زي ما أنتم شايفين، وهننزل بالدقيق. طيب يا أم منى نزلتِ بالدقيق وما قلتلناش إيه عبارة الدقيق يا جماعة، كوبايتين من الدقيق، تمام كده، أهو زي ما أنتم شايفين، أنا نزلت بكوبايتين الأول، ونزلت عليهم بنُص كيلو من الحليب، كنا واخدين منه كوباية، تمام كده، نُص الكيلو أخدنا منه كوباية ونزلت بيه. خلاص كده يا بنات، وهنضرب كله في بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. زودت كمان كوباية مية وهعبي كوباية واخليها جنبي، انا عايزة العجينة يا جماعة تشبه عجينة الكريب، تمام كده. طبعا كلكم عارفين عجينة الكريب. هنا المفروض كنت اضيف يعني نص كوباية بس انا ضفت الكوباية كلها، لاني عايزة ازود دقيق تاني. ليه يا ام منى؟ علشان معايا نص كيلو من البطاطس برضو هحمره معايا في الخلطة الجميلة دي. يعني مش هنكتفي بالقرنبيطة بس، كمان نُص كيلو بطاطس هاعمله كده صوابع للأولاد يعني، عشان أنا عندي في أولادي ناس ما بتاكلش القرنبيط، فهاعمل لهم البطاطس، تمام كده. هنا بقى القرنبيط بتاعِك يبدأ في الغليان بالشكل ده، تسيبيه 10 دقايق، تعدّي 10 دقايق بالضبط، وبعدين تطفي عليه النار على طول، وهاوريكِ السوا بتاعه. هنا ضِفت الدقيق اللي قُلت لِك عليه، وهنا أحمد ابني جاب لي طماطم، ادّيت له فلوس جاب لي طماطم من على الشارع، يعني على ناصية الشارع الراجل بيبيع، فجاب لي طماطم بقى عشان نعمل أجمل سلطة جنب القرنبيط. نزلت كمان بالملح يا جماعة، وهنضبط الحياء بتاعنا، طبعًا كل واحد عارف الحياء بتاعه ويضبّطه حسب رغبته، وهنضرب بالشكل ده، وما شاء الله هو ده القوام المناسب للعجينة. زي ما قُلت لكم بتشبه عجينة الكريب، تمام كده يا بنات. وهنا بقى خلاص هنطفي عليه، هاوريكِ تمسكي كده الزهرة بتاعة القرنبيط، تمسكيها بالشكل ده وتدوسي عليها، لو لقيتيها طريت معاكِ وجيتِ دوستِ عليها كده يعني داست معاكِ كده تمام، تبقى كده خلاص تطفي عليه. لو لقيتيها لسه ناشفة يبقى لسه القرنبيط بتاعِك عايز كمان حبّاية شوية على النار، وهنا هنطلّعه على طول لإني خلاص أنا زي ما قُلت لكم كده دوست عليها وكانت طريت معايا، ممكن تدوسي عليها بالمعلقة لو خايفة على إيدِك. هنطلّعه كلّه بالشكل ده ومش هابرّده بمَيّة ولا أي حاجة. وهانزل بنُص كيلو البطاطس مكان المَيّة اللي اتسلق فيها القرنبيط، يا دوب بس هاخلّيه 10 دقايق، أنا طافية النار يا جماعة، النار مطفية، هاخلّيها 10 دقايق البطاطس في المَيّة ديّة وبعدين هنشيلها من المَيّة على طول، تمام كده يا بنات، والنار كمان مطفية زي ما أنتم شايفين. خلاص كده جِبت بقى القرنبيط بتاعي بعد ما شِلته من مَيّة السليق، وهانزل بيه على الخلطة الجميلة دي. هنا باوريكِ القوام بتاع الخلطة، هانزل بيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هننزل بكل كمية القرنبيط اللي معانا، تمام، علشان طبعًا يشرب من التتبيلة ويكون معايا طعمه جميل، شايفين؟ أهو، اوعي تقلّبي كده تهري القرنبيط معاكِ ويتقطّع معاكِ والدنيا تبوظ، لأ قلّبي بالراحة، قلّبي بالراحة يا ست الكل، أهو بالشكل ده وإيدِك تكون خفيفة جدًا. حطيتِ بقى اللايك لأم منى والّا نسيتِ؟ اوعي تنسي اللايك بالله عليكِ زي ما باقول لكم كده في كل الفيديوهات، اللايك يا جماعة مش بفلوس، والله اللايك ببلاش، بس إيه، يعني إحنا بيساعدنا ويكبّر الفيديو لمّا تكون على الفيديو لايكات كتير، فاليوتيوب بيقترح الفيديو ده. فبالله عليكم يعني ما تنسوش اللايك يا جماعة الخير، تمام كده؟ هنا باوريكِ البطاطس بعد ما شِلتها من المَيّة، خلّيتها 10 دقايق بالضبط على نار مطفية في مَيّة السليق بتاعة القرنبيط وبعدين شِلتها، يا دوب بس طريت معايا كده، يعني تيجي تقطعيها ما تتقطعش معاكِ، تمام كده يا بنات؟ وهنشرّب كل القرنبيط من التتبيلة الجميلة اللي إحنا عاملينها ديّة، وهي دي بقى سر القرنبيط، هي ديّة السر كلّه في التتبيلة يا جماعة.
واهم حاجة تسلقي القرنبيط بتاعِك كويس، اوعي ينهرى منِّك واوعي تنزّليه ما يكونش اتسلق منِّك كويس، يعني لو انهرى منِّك مش هينفع، وكمان لو نزّلتيه ناقص سِوَى ما اتسلقش كويس برضه مش هيكون معاكِ كويس لمّا تيجي تقليه، هيكون ني معاكِ وهيكون طعمه وِحِش ومش هيكون حلو خالص، تيجي تقطمي كده هيشد معاكِ وهيكون كده عامل زي الجلد ومش حلو خالص، تمام؟ تمام، يبقى لازمًا نسلقه كويس أوي. زي ما قُلت لكم كده أول ما يبدأ في الغليان هي 10 دقايق وتشيليه على طول من على النار، خدوا بالكم بقى من التريكات اللي أنا باقول لكم عليها، كمان لمّا تيجي تقليه هتحطوا الزيت والقرنبيط هينزل على زيت ساخن جدًا يا جماعة، تمام كده؟ هامسك بقى كده زهرات القرنبيط وهاغمزها كويس أوي في الخلطة، تمام، أفتح كده كل الزهرة بتاعة القرنبيط وأحاول أشربها من التتبيلة بتاعتي بالشكل ده، مش هامسك الزهرة زي ما هي كده وأنزل بيها في الزيت لأ، مش هتكون شاربة من التتبيلة. يبقى لازمًا نغمزها كويس أوي ونحاول نشرّبها بإيدينا، لو بالمعلقة مش هتعرفي تشرّبيها من التتبيلة، مش هتكون شاربة، ولمّا تيجي تتقلي مش هتكون حلوة معاكِ خالص، فضروري تغمزيها كده وتشرّبيها كويس أوي من التتبيلة. معلش ما تقولوش عليَّ رغاية بس أنا عايزة أفهّمكم التركاية دي، لإني لو أنتِ ما شرّبتيهاش من التتبيلة كويس تمام، هتيجي تقليها هتحمّر معاكِ بسرعة وهتطلّعيها ومش هتبقى فيها تتبيلة خالص وهيبقى طعمها مش حلو. خدوا بالكم بقى من التريكات اللي أنا باقول لكم عليها، تمام كده؟ اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور، صلّي على الرسول كتير أوي يا ست الكل وأنتِ موجودة في مطبخِك علشان البركة تزيد عندِك، خلاص كده طبعًا القرنبيط بينقلى على النار، وأنا قُلت أعمل حبّة الطماطم دول سلطة للأولاد عشان يفتحوا نفسهم، هنعملهم يا أختي شرايح كده زي ما أنتِ شايفة. دي أهم حاجة يعني الخضرة والسلطات تهتمي بيها جنب الأكل بتاعِك، علشان طبعًا نقص الفيتامينات اللي بتكون عند أولادِك، وعشان خاطر طبعًا يعني الأكل طبعًا لازم ننسّقه كده، ولازم نشيّكه، وطبعًا زي ما باقول لكم في كل فيديوهات العين بتاكل قبل البُق، فضروري تنسّقي وتشيّكي أكلِك. هنا دي معلقة التوم اللي أنا قُلت لكم عليها، التوم بالخضرة المفرومة، اللي أنا ركنتها قُلت لكم هاركنها وهنشوف هنعمل بيها إيه، أنا ركنتها للسلطة. أهو زي ما أنتم شايفين كده، وكمان هانزل بحبة كزبرة كده حلوين هنفرمهم بالشكل ده وهتاكلوا أجمل سلطة. هنا أخدت شريحة طماطم ومسحت بيها الطبق مكان معلقة التوم المفرومة ديّة مع الخضرة، والله يا جماعة يعني السلطة روعة جميلة جدًا، جدًا، ومعلقة التوم هي اللي بتخلّيها جميلة، التوم المفروم مع الخضرة. هنا بقى بنقلّب القرنبيط بتاعنا بعد ما أخد لون، ما تجيش ناحية القرنبيط ولا تلمسيه غير لمّا ياخد لون معاكِ بالشكل ده، ما شاء الله عليه، شايفين يا بنات؟ أخد لون وبقى معايا حاجة روعة. هنقطّع كمان قرنين فلفل رومي كده على السلطة الجميلة بتاعتنا، برضه هنقطّعهم شرايح. كانوا حبّة سلطة يا ولاد والله يعني جُمال جدًا، جدًا، أهو زي ما أنتم شايفين. هنقلّب بقى كده السلطة بتاعتنا وهاجيب كمان عليها كوباية مَيّة عصرت عليها ليمونة. طبعًا أهم حاجة الليمون في السلطات، نزلت بالملح كده ضبطنا الملح بتاعنا، كمان نزلت عليها بمعلقة كده صغيرة من الكمون، وزي ما قُلت لكم هانزل بكوباية مَيّة عليها كده وهنقلبها، علشان طبعًا شايفين ما شاء الله كوباية المَيّة دي هتخلط لي كلّه مع بعضه كده وهتخلّيه ميكس جميل جدًا، جدًا الخضار ده مع بعضيه، شايفين الجمال؟ ولا أروع ولا أجمل من كده، ركنت السلطة ورجعت تاني للقرنبيط خلاص كده كان استوى. خفيف يا جماعة وجميل جدًا، جدًا، ليه؟ لإنه مستوي وناسس وجميل، هنطلّعه كده شايفين ما شاء الله، شايفين زهرات القرنبيط مستوية إزاي؟ هاخلّص بقى كل كمية القرنبيط وارجع لكم تاني بالتقديم عشان ما اضيّعلكوش وقتكم يا جماعة، ورجعنا بالتقديمة ما شاء الله، قليت البطاطس طلعت معايا حاجة جميلة جدًا، جدًا، أجمل طبق قرنبيط عملته النهارده، وطبعًا الخس اللذيذ ده يا جماعة جايباه من الأرض بتاعة والدي بالله عليكم ما تنسوش تدعوا له بالرحمة،
هو اللي زرع الخس ده يا جماعة بإيديه، ألف رحمة ونور تنزل عليك يا والدي، والله العظيم زرع الخس بإيديه. هنا باقطع لِك القرنبيطة واوريه لِك، شايفين ما شاء الله مستوية وجميلة جدًا، جدًا، أنا قطعتها ووريتها لِك، لا فيها عجين ولا أي حاجة، مستوية على الشعراية ما شاء الله. باوريكِ كمان صابع البطاطس، حاجة جميلة جدًا، جدًا، كريسبي من برّه وطري من جوّه ما شاء الله، زي ما أنتِ عايزة تعمليها طرنشات، تعمليها شرايح، زي ما أنتِ عايزة البطاطس يعني جميلة جدًا، جدًا، لا غنى عنها، وهندوق مع بعضينا. شايفين، شايفين مستوية إزاي؟ ما فيهاش أي عجين ولا أي حاجة، مستوية وجميلة جدًا، جدًا، ليه؟ أهم حاجة الخلطة اللي أنا قُلت لكم عليها تضبطيها، وتشرّبي القرنبيط كويس أوي من الخلطة لمّا تيجي تقليه، تمام كده؟ تاخدي بالِك بقى من التريكات ديّة، والحليب مهم جدًا يا بنات تعملي الخلطة بتاعته بالحليب، علشان خاطر الحليب بيخلّيه معاكِ مقرمش وجميل، تمام كده يا بنات؟ يبقى تاخدي بالِك من كل التريكات اللي أنا قُلت لِك عليها، هتاكلي قرنبيط جميل وناجح زي اللي أنتم شايفينه ده، ما شاء الله حبّة سلطة جُمال جدًا، 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 طبعًا ورق التوم الأخضر يا جماعة ريحته ما شاء الله عليه، في السلطة حاجة جميلة أوي. شايفين أكل بقى يفتح النفس، والله العظيم يعني أكلة حرشة كده ما شاء الله عليها. يالّا أنا عازماكم كلكم طبعًا الجملة المعتادة بتاعتي اللي أنا باقولها على طول في كل فيديوهاتي، يالّا كل متابعيني معزومين عندي النهارده على الأكل الجميلة ديّة، تعالوا يالّا كلكم، إيه رأيكم في الأكل؟ حطوا اللايك، مشاهدة كاملة بالله عليكم، وشيّروا الفيديو. وما تنسوش أمواتنا من الدعاء، الله يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويسكنهم في الفردوس الأعلى. وانتظرونا فيديوهات تانية كتير. هو ده كان الفيديو بتاعي، أترككم في حفظ الله وأمنه ورعايته، مع ألف سلامة.